الصهاينة عم يضحكوا على المخزن المغربي لحتى يجيبوا له. علاش عندك جوج وجوه؟ علاش دابا؟ علاش انت ابليس؟ علاش انت شيطان؟ باز باز. ولكن انا كيحركني الحال ماشي منك ولا من امثالك، كيحركني الحال من هادوك هذه الجزائر إذا قالت 1 2 3 فيفا الجيري والله ما حتخلصوا، حتحرر المغرب وتحرر. لا، انت وصباطي بحال ماشي صباطي راك ما تشبهوش، انت ما تقدرش عليه. انت بحال ديك الغبره اللي كتقيس الصباطي. ملي كتطلع لي الغبره فوق صباطي كنشد واحد الشيفون وكنمسحو كما كنمسح الغبره. راه هكذاك بالنسبه لي انت، ولكن انا كيبقى فيا الحال. وقت ما عم ننتقد الشعب المغربي عم ننتقد لمصلحته، لحتى يفيق من السبات الذي وقع فيه ويفيق من غلطة عمره. الشعب المغربي البسيط متفق معك في هذه الهضره مليون في المية. محيت الشعب المغربي راه ساهي وما متسوقش لامثالك نهائيا، وانت يا راه مكلتوش ودافع الثنائيات، ودايها في شغلو، دايها في الفلاحه ديالو ما شاء الله، دايها في كيخدم بلادو كينور بلادو، دايها في مستقبل بلادو. ما متسوقش لكش نتايا. عليكم في مثل أنا بحبه، شو بقول؟ من بكاك بكي عليك، ومن ضحكك ضحك عليك، ووداك إلى جهنم وبئس المصير. الصهاينة عم يضحكوا على المخزن المغربي لحتى يجيبوا لهم آخرتهم، أما نحن وقت ما عم. انت ماذا يا جبان؟ المخزن المغربي في كل صباح كيصدق عليك وعلى اختك مليون رغيف خبز، وكتنكر الخير ديالو، وكتمشي كتدعم جبهة الانفصاليين ديال البوليزاريو. هذا غير الخبز، اما الحليب وشحال من حاجة كيدعمكم بها وعمركم بالخير ديالو. نتايا بعت بلادك اليهود فابور، وغادي كتدخلني فيك شي مسائل اللي بعيدة عليك وما تقدر لها لا نتايا لا امثالك. يا العميل ديال اسرائيل، روح حرر بلادك، روح شوف اختك بعدا، روح شوف الشقيقة ديالك شنو راهم دايرين فيها اليهود فلسطين بعدا. المشتركة الصهيوني رسم له خريطة الجزائر بتقسيم الجزائر. اقسم بالله عم يلعبوا بعداد عمرهم، عم بحوسوا على عزاهم، عم يفحروا قبورهم. هذه الجزائر اذا قالت 1 2 3 فيفا الجيري والله ما حتخلصوا، حتحرر المغرب وتحرر فلسطين وتحرركم من العبودية. نصيحة مني، لا تحوسوا على عزاكم مع الجزائر. الجزائر خط احمر. هي هاد السلعة ديال درهم، علاش اللي ما قلتش القادة ديال الجزائر يقدروا يجلسوا مع القادة ديال المغرب ويحلوا المشاكل ديالهم بهدوء ويتحدوا ويكونوا يد وحدة؟ علاش ما قلتش بحال هكذا؟ زعما نتايا كتقول لهم الا مشاو حتى قالوا ان تيترو ديما لانجيري، يعني هادي راه هنا كتستفز الاخوة الجزائريين. الا كنت كتستفز داك الشردومة، داك النوع اللي هما قلالين العقل حمقين ضيو بحالك نتايا، خاصك على الاقل تحترم هادوك الجزائريين الاحرار، ما تحشيش فيهم الهضره، ما تطيحش بالسمعه ديالهم. يا قليل الادب، يا نكار الخير. وانت اللي كتهضر على السلطات ديال المغرب اولا المخزن ديال المغرب اولا الملك ديال المغرب اولا الشعب المغرب، واش فراسك 80% ديال الماكله اللي كتاكلها في كرشك، الدم اللي كيجي في العروق ديالك، راه عمر من الخير ديال المغرب؟ واش فراسك كثر من مليون رغيف خبز اللي المغرب كيصدقوا على خواتاتك في فلسطين في كل صباح؟ فراسك هادي ولا ما فراسكش؟ واش فراسك كاينين سبيطارات متنقلة ديال المغرب في فلسطين، الادوية ديال المغرب، الاطباء ديال المغرب، كلشي كيشرف عليها المغرب، انت ما كتخلص فيها حتى درهم؟ واش فراسك باللي ولاد المغرب ولاد الشعب المغربي ماتوا في الجولان على قبلك نتايا يا الديوتي؟ ونتايا هو الاول اللي مطبع مع اسرائيل ومخاوي مع اسرائيل وكتعتبرهم خوتك، كتخون القضيه الفلسطينيه وكتتحد مع الاسرائيليين، ودابا جاي كتكذب على سيادك المغاربه والجزائريين. انت كل مره فين كتميل انا كنتفرج على اللايفات ديالك، بعض المرات كتسب المغاربه اللي عمروك بالخبز باش الجزائريين يتفاعلوا معك، وبعض المرات كتسب الجزائريين ملي كيطيحوا معك واحد الفئة ديال المغاربة صحاب العقول الضعيفة، كتبدا كتسب في الجزائر باش
حيت انت عارف الجزائريين غادي يبداو يسبوك في التعاليق وداك الشيء، وانت محيت ديوتي، محيت قليل العرض، ما عندكش الاصل وما عندكش علاش تحشم، عندك هانيه، وانت اصلا ما عندك حتى شي موضوع. انا نقولها لك، انت مجرد انسان احمق مسطي نكار الخير. واش فراسك هذوك اللي دايرهم تاج فوق راسك كلاو الخير ديال المغرب تشبعوا، وفي الاخر كيخونوه وكيدعموا الجبهه الانفصاليه ديال البوليزاريو. واش فراسك كيدعموها بكل شيء، ولكن المغرب ما كياخذهمش بعين الاعتبار نهائيا، وما كيعتبرهمش الا راه كاينين في الوجود. كينسى هادوك الخونه بحالك ديال فلسطين، وكيتضامن مع هادوك الرجال الاحرار ديال فلسطين، مع هادوك اللي ما شاء الله، مع هادوك اللي كيوهبوا روسهم للشهاده من اجل قضيه اسلاميه. انا ما كنقول لا عربيه ولا امازيغيه ولا فلسطينيه، قضيه اسلاميه. انت وفلسطين ديالك روحوا تبخروا، روح تموت، روح تطلع في البحر، روح الطريق يدوزوا عليك الكاميونات، انت وفلسطين ديالك. ولكن احنا هنا كنهضروا على القضيه الاسلاميه، كون فارسي، كون روماني، كون امازيغي، كون شنو ما بغيت تكون، مشهد لا اله الا الله محمد رسول الله مسلم، قضيتك. ولكن انت اقل من تفهم هذا الشيء هذا. دابا انت جاي كتهين سيادك المغاربه، وانت بعدا اصلا فين عايش؟ فين كتعيش نتايا بعدا؟ كتعيش في الدار البيضاء من طبيعه الحال، وكتسب في المغاربه، وكتخرج للشارع وكتقول لهم انا خوكم الفلسطيني، وكيدعموك، كيعطيوك فلوس، كيقهويوك، كيوكلوك، كيشربوك، يسكنوك فابور. انت نكار الخير، انت ديوتي، شت انت ولد الحرام من الدرجه الاولى. انت كتهضر غير مور الشاشه، انت كدير لايف كتسب المغاربه، كتسد البيسي، كتخرج برا للشارع كتقول لهم انا وياكم راه حنا خوت، قضيه عندنا قضيه واحده اللي هي القضيه ديال القدس الشريف. علاش عندك جوج وجوه؟ علاش دابا؟ علاش انت ابليس؟ علاش انت شيطان؟ باز باز. ولكن انا كيحرقني الحال ماشي منك ولا من امثالك، كيحرقني الحال من هادوك الاخوه ديال لا المغاربه ولا الجزائريين اللي كيتيقوا بيك. هذاك هو انا اللي كيبقى فيا الحال. اما انت بالنسبه لي انا غير بحال اللحيه ديالي ملي كتكبر وكندوز عليها ديك الماكينه ديال اللحسان، صافي بحال داك الشعر اللي كنطيرو من وجهي وكنرميه يمشي مع الزبل. حيت انت اصلا زبل، يعني هذاك هي البلاصه ديالك، هكذاك تكون. لا انت وصباطي بحال ماشي صباطي راك ما تشبهوش، انت ما تقدرش عليه. انت بحال ديك الغبره اللي كتقيس الصباطي، ملي كتطلع لي الغبره فوق صباطي كنشد واحد الشيفون وكنمسحو، كيما كنمسح الغبره، راه هكذاك بالنسبه لي انت. ولكن انا كيبقى فيا الحال من هذوك الاخوه اللي كيصدقوا، وعلى الاخص الجزائريين. هما حتى المغاربه واحد الفئه قليله، والمغاربه بزاف عليك، وحتى الجزائريين الاحرار بزاف عليك. انت كيتيقوا بك واحد الشردومه، هذيك اللي الكابرانات معمره لهم راسهم، وفقط. وسير وسير، الخونه بحالك راه عمرهم ما غادي ينتهي. كانوا من اول الدنيا، من اول الزمان كانوا الخونه امثالك. ماتوا هادوك، جيتوا نتوما، غادي تموتوا نتوما، يجيو ولادكم، يموتوا ولادكم، يجيو الاحفاد ديالكم. نتوما خونه كتولدوا الخونه، ونحن لكم بالمرصاد. كاع ما تخافش. ولكن لو كان ما كنتوش نتوما، حنا شنو غادي نحاربوا حنايا؟ انا راه في نظري انا انت وبوش وشارون راه ما كاينش الفرق بيناتكم، بحال نقطه واحده.